أول ضيوفي نجم ستار أكاديمي 6 محمد باش من سوريا، ضيف حلوى بيروت. أهلا وسهلا فيه. محمد باشا، اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. شو اخبارك؟ كله تمام الحمد لله. شو حنين لما رجعت هون للاستديوهات بالال بي سي؟ اكيد اول ما افوت على باب ال سي هيك قلبي بدق وبحس بشغلات كثير حلوه. حلو كثير. طيب الناس حبوك اكيد مثل ما قلت في الستار اكاديمي 6 ووصلت لمراحل متقدمه كثير، بتحن لهالمرحله من جديد؟ اكيد بحن وبندم على شغلات انه يا ريتني عشتها هيك اللحظات بكل دقيقتها وعشتها يعني حسيت فيها اكثر وحبيتها اكثر. لحظات كثير حلوه، ذكريات كثير حلوه مريت فيها وبتمنى مثل اكيد انه ترجع تتكرر. طيب شو هي اجمل المواقف اللي بعدها مخزنه بالذاكره؟ الصداقات، البرايمات، الستريس اللي كان فيه؟ هيدي يعني كل لقطه من اول ما فتنا الاكاديمي لوقت ما طلعنا على الستيج، وقفتنا على الستيج مع الفنانين، نحن اصحاب رفقات مع بعضنا. كل شيء بيصير باليوميات اللي بنعيشها كلها. هي اللحظات. أكيد. حلو. مين بقى لك من الاصدقاء من هذيك المرحله؟ اكيد رفقاتي كلهم دائما بنكون متصلين مع بعض، يعني هاي بتعرف الشعور لما انت قديش ما كنت بعاد عن بعض، لما نلتقي مع بعض بنحس حالنا كانه بعدنا كنا مع بعض. بس اكيد اكثر حدا لارس كان ابراهيم دشتي، شو بدي اعدد لك، بس هن هدول اكثر شخصين اكيد اللي دائما بلتقي فيهم اكثر شيء. طيب افتتحنا احنا الحلقه بديو مع خوليو، ذا ماستر خوليو، وكان عندك دويتوهات مع كثير من مشاهير العالم، اكثر ديو هيك قعد في راسك اكيد هو الديو تبع خوليو إغليسياس، لانه كان هالمشاعر اللي عشتها مع هيك فنان كثير كبير، وكون معه على نفس الستيج وعم غني معه وعم بعمل برفورمنس معه، كان كثير شعور كثير حلو. يعني بتذكر حالي وقتها فتت ما مسكتني اعصابي، وقتها بكيت باك ستيج. كان كثير كان شعور حلو. طيب شو اصعب المواقف اللي بتكون لما الواحد لازم يغني مع مغني كبير، يا اما عربي او اجنبي؟ هلا هي مسؤوليه كثير كبيره نوقف على نفس الستيج، وبتعرف لايف كله بيكون منقول على الهواء، وقديش نسبه المشاهدين اللي عم يتابعوك. مسؤولية كثير كبيرة بهيدا الوقت، وأكيد كمان همنا نحن أنه نأدي أحلى شيء، أحلى ما عنا، فهي بتسجي بهالمستوى. طيب بعد الستار اكاديمي 6 اكيد كان في مدارس ثانيه، او بس كان الموسم السابع او كان الموسم الثامن. ستار اكاديمي شو بتحس تقدم للمشتركين حتى لو ما فازوا، خصوصا اللي بيقعدوا طبعا في المراحل المتقدمه، شو بتعطيكم؟ هلا هي اكيد هي بتفتح لنا الباب لحتى نحن نفوت هيدا المجال، نفوت هيدا الخط، ونورجي شو في عنا للناس، كمان نرجي الناس تحبنا، الناس تتعلق فينا، تدعمنا لقدام وتضل متابعتنا. بيصفى المسؤولية علينا نحن بعدين شو بدنا نقدم، شو بدنا نعمل، وقديش التعب اللي لازم نشتغل عليه، وقديش لازم نشتغل على حالنا اكثر لحتى نقدر نوصل. بتعرف السوق في كثير صار فنانين وفي كثير مواهب، فحلو الواحد يقدر يثبت حاله ويقدر يقدم، بس اكيد هو هي الخطوه الاولى، هي اهم شيء، وبتصفى المسؤوليه علينا بعدين. طيب من بعد ما تركت، من قديش صار؟ سنتين، 3 سنين تقريبا؟ سنتين ونص. سنتين. شو صار من بعدها؟ كيف رجعت قلعت بصوره جديده ليك بعيدا عن الاكاديميه؟ هيدا الشعور نفسه، يعني نفس الطاقه اللي كانت عندي اول ما دخلت بعدها موجوده وعم تكبر شوي شوي، انه انا بدي اجرب اوصل اكثر، بدي اجرب اوصل لقلوب الناس اكثر، بدي اجرب ارجيهم شو في عندي اكثر، لحتى اكيد اوصل للمستوى اللي يليق فيه انا وببلدي وبالناس اللي بتحبني، وان شاء الله اقدر احقق هذا الشيء. حلو. طيب محمد، خلينا هيك نعمل ورم اب، ايش بتحب تسمعنا في البدايه؟ في شيء من اغانيه هيك مع موال عراقي هيك قديم، حبيت اصل غنيه كم يوم عم دندنها. يلا. حبيبي بعيني لك دمعة، كلام بقلبي ما تسمعه، أنا أريد أحكي لك وارتاح،
تعال الخاطر بسرعة، تعال الخاطر بسرعة، حبيبي الشوق آذاني، دخيلك راح أموتاني، ميت انت تلقاني، وما أبيك تنساني، بانتظارك أنا جيك، لو الدنيا كلها ضدي وانت تنسانا أبيك، ما أبيك تنساني، بانتظارك أنا جيك، لو الدنيا كلها ضدي وانت تنسانا أبيك، هو والدنيا عليا حبه كله كان ليا، بيعني يجرحني يلقى اسمه محفور بعيني، ما أريد تنساني، بانتظارك أنا جيك، لو الدنيا كلها ضدي وانت تنسانا أبيك. الله 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 الله. برافو محمد، اكيد كل الدنيا معك، ما في ولا حد ضدك، ما بتصور ها. واكيد العدد المعجبين بعده بنفس انا دخلت اليوم شفت شويه على اليوتيوب وبالالاف ما شاء الله اللي بيشوفوا اغانيك، وهيدا الحب الله هيدا وحب الناس ليك ما يجيش كده، لازم يكون في موهبه حقيقيه وراك. محمد بعدك مكمل معنا إذا ما كان عندك مانع. لا موجود. إيه أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا أنتم كمان لحظات من الإعلان وراجعين، ما تروحوش بعيد، تفضلوا. حلوة حلوة بيروت. ثانك يو مريال. محمد نرجع لك، خلينا ناخذ شويه حديثنا من الصبايا ايش كانوا يحكوا عن الاطفال. بنرجع لطفولتك، انت وحيد بين 3 بنات في البيت. المدلل ولا؟ لا ما فيك تقول مدلل. ما كنت الشاب المدلل او الولد المدلل بالبيت، لا بالعكس، كان ابي دائما يكون يعني هو ما يعني متفهم، وبنفس الوقت هو يعني ربانا التربيه انه نكون كلياتنا بنفس يعني كلياتنا مثل بعض، ما في فرق بين شاب وبنت. في بين الشقيقات اللي كمان صوتها حلو ولا؟ في اختي الكبيره كانت تغني ايام الجامعه، في اختي الثانيه هيك ما شاء الله هيك عندها هيك هوايه، فعم تدرس هلا الاخراج والتصوير بكندا صار لها فتره. بعد تحيه. طيب وصلت اكيد. محمد انت تعلمت موسيقى وين؟ انا تعلمت كان كلهم دروس برايفت، كنت اخذهم بالجيتار على الاورج سولفيج، وبعدين هلا متابع. طيب بترتاح اكثر الاجنبي ولا العربي ولا؟ يعني انجلش وعربي، بسمع كل شيء، ما بخلي شيء، لازم اسمع كل شيء ان كان انجلش ولا كان عربي، كلهم يعني بحس فيهم كلياتهم، بقدر انا هيك برمجهم لحتى اعملهم احساس عندي لإلي. فبس الاقرب هو العربي. بس كمان بحس عندي شخصيتي الثانيه بالانجلش، يعني اثنيناتهم مع بعض عم بيمشوا مع بعض. حلو. طيب تجمع بين الفن والاعمال كمان، هيك بيقولوا لي الشباب. تدير فندق صغير اللي هو فندق العائله. فندق العائله هو بيك باش بقلب الشام، عباره عن فندق وريستورانت مع بعض. انا صار لي فتره متواجد هنيك، وعم ساعد باداره هذا المشروع، ولحتى ينجح ان شاء الله. هيك هو نجح الحمد لله، وعم نكمل فيه هلا. وهو مثل مشروع العائله الصغير اللي انا بكون متواجد فيه، الفانز بيجوا بتقابلوا عندي بقلب الاوتيل. شو حلو، فكان لازم تسميه ستار اكاديمي. يا ريت والله. ودائما بكون متواجد فيه هنيك، فصار انه وسيله تواصل بيني وبين الفانز، وغير انه انا هنيك بعمل بيرفورمانس، بغني كمان من وقت لوقت. حلو. فلإلي شجعني كثير هذا المكان. وانت فعلا مدير هونيك ولا لما الواحد فعلا بيغلط شو بتسفقوا موال ولا شو لا فعلا لا، كثير عم كون شخصيتي. المشكله بتعرف بالاداره انه شخصيتي بيعرفوها الكل، بس اكيد عم كون حازم معهم، بيعرفوني لما ازعل، لما اكون متضايق، لما يكون عم يعملوا شيء غلط، فتعودنا على بعض، يعني صرنا مع بعض كنا تيم واحد. فاكيد بعد ستار اكاديمي كان في كيو برا الاوتيل والبيت، كان في ناس ناطره هيك. كثير كان ناس تلحق وناس تجي بالسيارات، وقابل ناس في الطريق اكيد يتابعوني دائما. حلو. طيب فنيا ايش عملت محمد بعد ستار اكاديمي؟ بعد ستار اكاديمي مبدئيا صار عندي 3 سينجلز، 2 من كلماتي والحاني، وواحده من يعني مو مني انا. تعاونت بسوريا مع استديوهات مؤيد الأطرش والموزع انس كريم، شباب كثير شغلهم كثير حلو، وان شاء الله متابعين مع بعض. عم نشتغل على الالبوم. صار في تعاون بيني وبين جاماري رياشي وتوني سابا ومحفوظ الالقاب اكيد بلبنان، كمان عم نشتغل عندهم كم اغنيه، وان شاء الله هيك بعد فتره رح يكون الالبوم جاهز، نقدر نطلع فيه بصوره حلوه، ونختار سينجل وكليب نعملهم كمان بوقت يكون ظابط. تعرف شوي الاوضاع هيك بالوطن العربي بشكل عام كلها شوي مكركبه،
فان شاء الله يجي الوقت الصح اللي اقدر انا اقدم فيه الاعمال تبعي. يعني انت هلا مبدئيا مع اللي بينزلوا السنجل وبعدين البوم، بتشوف انه السنجل يمكن اضبط في الفتره هلا هي هذه؟ شوف هلا انا بما اني انا عم انتج يعني انا انتاجي الخاص، فاكيد كتكاليف اكيد سنجل وكليب كمان بخفف شوي التكاليف. الالبوم شوي بده وقت وبده تعب اكثر لحتى انا اكون عم انجو لحالي. فبس ان شاء الله وصلت لمحل انه صار فيني اني انجز هالمشروع. طيب التعاونات الجديده مع مين قلت لي كانت؟ التعاونات غير مع الشباب بسوريا مؤيد الأطرش، في بلبنان مع توني سابا وجاماري رياشي. طيب سمعنا شيء. بدي سمعك شيء من اول اغاني عملتها، رح انساكي انجلش عربي عملتها 2 فيرجن. اوكي. هيدي بعد ما طلعت ولا طلع؟ لا هي طلعت، هي من اول سنجلز عملتها. اوكي. لما تبطل تشرق شمس، لما الشجر يوقف همس، لما بيدبل كل الورد رح انساكي، لما تموت قلوب الناس، ولما منفقد كل احساس، ولما النار بتبقى برد رح انساكي. مشتاق لك يلي كنت وحتضلي روحي وحياتي وتري ونغماتي، خليكي جنبي ولا تصدقي قلبي لو مرة قلك بقدر انساكي. I can't stop missing you, you weren't always, will be the one who brought life into me. Stay beside me and don't believe me if I ever tell you I could forget you. Oh, very nice, very nice, beautiful song. هيدي اكيد عندك معها ميموريز كتار. هي اكيد ايه. مستر اكاديمي كمان. اكيد ستار اكاديمي، بعد ستار اكاديمي بعد بصير ستار الميموري السبعه بالستار اكاديمي. طيب محمد، بتحس انت لو كنت مثلا بمصر او بلبنان وكنت عايش ومقيم دائم، كنت قدمت اعمال اكثر وكنت نجحت بسرعه اكثر؟ ممكن هذا الشيء. هلا هذا الشيء اللي عم يخليني اتوجه شوي لبرا سوريا. الامكانيات شوي هي عم تكون منيحه وقويه، بس اكيد مثل ما يعني كمان في جو فني بيفرض حاله انه انت لازم اذا بدك تنعرف اكثر، بدك تنشهر اكثر، بدك تقدم اعمال اكثر، فلازم تطلع ان كان لبنان ولا مصر. فعم بقدر نسق بين هذا الشيء، عم بقدر استغل شو في عندي معارف وشو في مواهب بكل البلدان او صداقات موجوده او معارف موجوده بكل هالبلدان، اني انا اوجه حالي واعرف استفيد من الوقت واستفيد من الخبرات. لازم، بس هذا لازم يصير اسرع. ان شاء الله ان شاء الله. قالوا لي انه في كمان عروض تمثيل. في شيء جدي عم نمشي عليه، ما رح اقدر اخبر التفاصيل تبعه، بس في جدي عم يمشي عليه. بعدني انا هلا بفتره التريننج عم حضر حالي، عم حضر شخصيتي بتكون هي موجوده يا فيلم يا مسلسل، كمان ما رح اقول احدد بالضبط، بس عم بشتغل على هذا الشيء، دروس تمثيل، على الكاميرا كمان عم نعمل تيست وهيك شغلات، فان شاء الله يكون هذا الشيء جاهز واقدر اخبر عنه بكل تفاصيله. حلو، اكسلون. محمد، كلمه الختام خلينا نقولها بعد ما نشوف شويه اخبار مشاهير. انت يورو جيلو بيرسون ولا مادونا بيرسون؟ جيلو. اوكي. طيب في خبر على الاثنين على العموم. طيب كان كل من جينيفر لوبيز ومادونا على موعد مع الاعلام، فاطلت لوبيز مع ديفيد لاترمان في حين حلت مادونا ضيفة على جاي لينو. مادونا تحدثت في لقائها عن فيلمها الجديد WE، وكذلك عن ألبومها المقبل MDNA الذي من المفترض أن يرى النور في آذار، كما وأنها أجابت بروحها المرحة عن الكثير من الأسئلة للينو. أما لوبيز مفضلة محمد فقد تحدثت مع لاترمان على العمل في برنامج كيو فيفا مع زوجها السابق مارك أنتوني، مؤكدة أن هذا النوع من العمل يشكل تحديا بالنسبة لها، وقالت: من الجيد أننا نعرف بعضنا، لكن في كثير من الأحيان فإن المشكلات التي واجهتنا تعود لتظهر من جديد. هذا كان كل شيء عن جيلو وعن مادونا، فترقبوا الكثير من الأخبار ومشاهير العالم خلال هذه الحلقة. نرجع لمحمد، شو بتحب جيلو أكثر؟ جيلو بيرفورمانس، صوت؟ شوف أنا غير بيرفورمانس تبعتها لما طلعت بأرب آيدل، شخصيتها هيدي الحلوة يعني حبيتها أكثر، تعلقت فيها أكثر. أكيد مادونا كمان في إلها ناس بتحبها، بس جيلو هيك بحسها قريبة قلب أكثر وموهوبة أكثر وعندها شغلات منوعة أكثر.
طيب شوفي عنا هيك مشاريع نحمس الناس اللي عم يشوفوك. المشاريع هلا صرنا ب 2012 اوكي. وان شاء الله هيك عم بستغل فرصه اني انا اطلع قد ما فيني على التي في على الراديو لحتى اخبر ناس يشبعوا مني شوي هالفتره، رح يجي فتره رح اختفي فيها شوي لحتى اكون عم بحضر للعمل الكبير ان شاء الله. وبقول لهم انطروا محمد باش، صارت 2012 بقول لهم ان شاء الله هيدي السنه رح تكون سنه خير ورح يكون في عمل كثير قوي ان شاء الله هيك يطلع بالمستوى المنيح. يلا حلو، ان شاء الله تكون هذه السنه سنتك مثل ما يقولوا 2012. نختم هيك في ثواني بشيء تختار لنا اياه؟ اغنيه؟ يلا اكيد. اخر سنجل لإلي هي مش مجنون. قلنا لازم الناس يشبعوا منك فهيك. مجنون كمان من كلمات والحاني، اخر سنجل نزلته ب 2000. اوكي شباب يلا. مجنون عليكي وناطر قلبك على نار، عم اشتاقلك يا حياتي ليل نهار، يا ريتك مقابلي غنيلك وتغنيلي عغيابك، شوفي بحالي شو صار. مجنون 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 بهالعيون، لولاك يا حياتي ما بكون. مجنون 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 بهالعيون، لولاك يا حياتي ما بكون. برافو. حلوة حلوة بيروت